السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدًا أي حد بيتابع القناة بتاعتي. أنا ديجا ودي قناتي سهلة وبسيطة. النهارده إن شاء الله هاقدم لكم وصفة معروفة عند محلات الكشري بالذات، بس هي مش أي حد بيعرف يعملها، وفي نفس الوقت هي سهلة جدًا، وهي طواجن المكرونة سواء بقى لحمة أو فراخ. أنا النهارده عاملاها بالفراخ، بس برضه هاقول لكم على اللحمة، هي سهلة أوي. مبدئيًا ده صدر فرخة كبير هنقطعه كده مكعبات زي ما انتوا شايفين، ومعانا مكرونة بينا أو مكرونة القلم وطماطم وبصل، والطبق اللي هناك ده فيه بصلاية واحدة وقرن واحد بس أو ثمرة واحدة من الفلفل الرومي. تمام. بس كده مش هنحتاج أي حاجة تانية. قطعت الفراخ مكعبات متوسطة. طبعًا إحنا عايزين بس ندّي الفراخ صدمة، فجِبت طاسة كده فيها شوية زيت صغيّرين، وحطيت الفراخ ومش هاقلّب بقى عشان ما تسرطش مَيّة، ونسيبها شوية كده لحد ما تاخد الصدمة. نجيب بقى طماطم وبصل بالكمية اللي إحنا حابينها ونضربهم كويس في الخلاط كده زي ما أنتم شايفين، علشان نعمل الصلصة بتاعتنا اللي مش هنسبّكها على النار. دي كمان تركاية مهمة أوي عشان الطاجن يضبط معانا. هنجيب بقى بعد ما نضرب الطماطم حلة كده حلوة نحط فيها كل العصير ده وشوية زيت، ونسيبها على النار ونغطيها لحد بس ما تغلي. نيجي بقى للفراخ، بصوا كده خلاص أنا عايزاها بقى تاخد اللون الدهبي الجميل ده. أول ما تاخد اللون ده، أنا هنا كنت لسه يعني عايزة أسيبها شوية صغيرين كمان، فسبتها حبة وبعد كده بدأت إن أنا أضيف الملح والفلفل بتوعي. أنا ما باضيفش أي حاجة غير ملح وفلفل، ملح وفلفل بس، بيخلّي طعمها تحفة وما بتبقاش حاسة يعني إن هي، أنا ما باكونش حاسة إن أنا محتاجة أي توابل تانية الصراحة. يعني هي كده بتبقى زي الفل. باحط كمان معاها بصل مقطعاه جوليان أو أي قطع أنتِ حاباها، ومعاها كمان فلفل رومي، وده اختياري للي بيحبوا بس الفلفل، إحنا بنحبه هنا وفي الوصفة دي بالذات، فبازوّده مع الفراخ. لكن هو مش أساسي خالص، يعني أنتِ مش حاباه ممكن ما تحطيهوش. وعلى فكرة عايزة أقول لِك ممكن ما تحطيش البصل كمان، يعني ممكن بس تشوحي الفراخ وتتبليها ملح وفلفل وخلاص. ولازم تتأكدي ان الفراخ استوت، ما ينفعش تبقى نص سوا او حاجه. وده صدور فراخ، ممكن تحطي وراك او اي حاجه انت حباها. نيجي بقى للصلصه، اول ما تغلي كده هتحط عليها معلقه صلصه برطمانات، اللي هي الصلصه المركزه لو حابه برضو يعني. لو مش موجوده مفيش مشكله خالص. هنحط كمان مكعب مرقه فراخ، وحطيت ملح وحطيت فلفل ملح طبعا بسيط. وحطيت كمان، دي بقى اهم حاجتين، معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الكزبرة اللي هي الناشفة. تمام. معلقة كزبرة ومعلقة كمون وملح وفلفل ومرقة، وممكن تحطي بابريكا. وكمان حطيت رشة سكر علشان أعادل الحموضة اللي كانت في الصلصة اللي هي المركزة. وبس كده بطفي بقى النار عليها، ما بسيبش الصلصة تتسبك خالص خالص خالص. كده معانا الفراخ استوت. هجيب بقى الطواجن بتاعتي اللي أنا عايزة يعني أعمل فيها المكرونة. أنا هنا كنت عاملة الطاجن الصغنن ده بس للتصوير، علشان أنا ما كنتش، يعني إحنا ما بنحبش نقلب الطاجن الكبير، بناكل منه زي ما هو. فعلشان أنا مش هاقلبه وحابة إن أنا أصور الطاجن مقلوب، فعملت الطاجن الصغنن ده بس للتصوير مش أكتر. لكن إحنا في العادي بنعمل الطاجن الكبير وخلاص. طبعًا زي ما أنتِ حابة، ممكن بقى تحطي طواجن صغنطاطة، ممكن تحطي في صينية عادية ألمونيا. بس الألمونيا يستحسن يعني تبقى تيفال أحسن من الألمونيا، علشان الفراخ ما تلزقش. يا إما بقى تعملي طبقة سمنة تحت عشان تأمني نفسك. هنحط الفراخ تحت، وبعد كده هنحط المكرونة نية زي ما انت شايفة كده، نية مش هنسلقها خالص، لأنها لو اتسلقت هتبقى عبارة عن عجين، لأن هي لسه هتدخل الفرن. كده حطينا خلاص المكرونة. هننزل بقى بصوص الطماطم أو سلطة الطماطم المغلية بتاعنا الجميل ده. طبعًا ما تنسيش تدوقي الصلصة قبل ما تحطيها على المكرونة، عشان لو كانت محتاجة ملح أو محتاجة أي حاجة تضبطيها الأول. وبعد كده بنساوي الكميات ما بين ده وما بين ده. يعني مش لازم نغرّق الموضوع، يعني ما نغرّقيش أوي الطاجن صلصة خالص، يعني عادي هتحطي بكمية معقولة. وبعد كده مَيّة مغلية، وتزوّدي شوية مَيّة لحد ما تحسي إن المكرونة اتغطِّت، بس يعني مش اتغطِّت اللي هي غطسِت يعني. يعني تبقى على الحرف كده بالضبط زي ما هو موجود في الصورة كده. هنقلّب بقى تقليبة بسيطة، بس نحاول نحافظ إن الفراخ تفضل تحت. لو أنتِ عايزة تقدّمي إن الشكل يعني إيه، إن الفراخ تبقى تحت أو اللحمة. طبعًا طريقة اللحمة نفس الفكرة، لحمة معصّجة عادي جدًا بنفس الطريقة التقليدية العادية بتاعتِك، اللي أنتِ ممكن تبقى مثلًا بتحطّيها معاها صلصة، ما بتحطّيش معاها صلصة براحتِك. في ناس بتحط معاها قطع خضار أو حاجة زي ما أنتِ حابة. وبرضه بتبقى اللحمة في الآخر، ونحط عليها المكرونة نيّة ونسقيها بصلصة الطماطم المغلية.
هي نفس كل حاجة بالضبط، بنستبدل بس الفراخ باللحمة. هنا كمان كنت خلاص خلّصت، حطيت بقى ورق زبدة، وده يُستحسن إن أنا أحط ورق الزبدة قبل ورق الفويل علشان الورق الألمونيوم ده ما بيبقاش صحّي خالص في الأكل، بينزل طبعًا لمّا بيبقى في الحرارة بتنزل منّه حاجات على الأكل مش صحّية في الأكل خالص، فلازم إن إحنا نحط ورق زبدة فاصل ما بين ورق الألمونيوم أو ورق الفويل ده وما بين الأكل بتاعنا، يعني حاولي إن أنتِ تتعودي على كده على طول. بتقعد قد إيه في الفرن؟ أنا حطيتها في الرف الوسطاني في الفرن كان سُخن وقعدت بالضبط نُص ساعة، لا أقل ولا أكتر، نُص ساعة 30 دقيقة بالضبط، وبُصّي هتطلع تحفة، جميلة وخطيرة، بنحبها كلّنا بشكل مش طبيعي. أنا متعودة إن أنا بصراحة ما بنقلبش الطاجن أو الصينية، بناكل منها زي ما هي كده، بس أنا هنا عملت الطاجن الصغنن ده عشان أقلبه لكم هنا في الفيديو. ف يعني لأ مش قادرة أوصف بجد حلاوتها، جميلة أوي والله العظيم بجد، أحلى من بتاعة محلات الكشري بكتير، وخصوصًا بتبقى هناك أصلًا الفراخ اللي بيقدموها لنا بتبقى لونها غامق كده، وبتبقى مش مستوية حلو، وبتبقى قليلة جدًا وطعمها غريب، بتبقى المكرونة معجنة، فلأ بيبقى الموضوع مش لطيف، لكن في البيت بتبقى أحلى وبتبقى أنضف وبتبقى أكتر وكل حاجة فيها أحلى بصراحة. هنا أهو قلبنا الطاجن، بصوا بقى شكلها بتبقى جميلة أوي. كنت المفروض يعني حابة أسيبها شوية كده لحد ما تبرد عشان تبقى تختم معايا أكتر، يبقى شكلها مظبوط في التصوير أكتر من كده، بس كنا مستعجلين على الأكل الحقيقة. بس جميلة أوي بجد، جربوا الوصفة، هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف اللي حابب برضو يشوف المقادير، هي أصلا ما فيهاش أي حاجة، يعني هي بسيطة أوي. إن شاء الله تجربوا الوصفة لأي حد المبتدئات اللي في المطبخ أو عروسة جديدة حابة تعرفي الطريقة، بجد جربيها على ضمانتي والله هتعجبك جدا وهتعتمديها. وآخر حاجة بجد يعني فضلًا وليس أمرًا، لو الفيديو عجبِك بجد وجربتِ الوصفة وتمام بالنسبة لِك، اوعي تنسي تدوسي لايك، لأن اللايك ده بيفرق معايا جدًا، 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 واعملي سبسكرايب للقناة لو حاسة إن أنا باقدم أي حاجة مفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.